فمن يقول للفاسق أنت فاسق، وللخاطئ أنت خاطئ، وللمنحرف أنت منحرف، إنما ذاك ليس لمصلحة المتكلم، وإلا لو كان كذلك لشتمه وسبه وغلط عليه. ليس أنه ينبهه من نومة الغافلين وأفعال المجرمين، وإنما يريد بذلك تنبيهه وهدايته، حتى أن الإمام الحسين عليه السلام وعظ المعسكر المعادي له بمختلف أنواع المواعظ، ليس للنجاة منهم وهو يعلم أنهم قاتلوه، وإنما لإقامة الحجة عليهم. وقد أثرت هذه المواعظ في البعض القليل جدا منهم، وهو الحر سلام الله عليه، ولربما مع ابنه وخادمه كما في بعض الروايات. ليس هذا فقط، بل الحسين عليه السلام بكى على حال أعدائه، من حيث أنهم سيقومون بمثل هذه الجريمة الشنعاء التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية وربما في تاريخ الكرة الأرضية، ويتحمسون ويخلصون للظالم وللدنيا وللمتاع الرخيص، ويذرون رحمة الله وتعاليم الله وثواب الله تعالى وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إن هذه حال مبكية ومزرية حقا.